لو جينا بصينا على الحيطة دي اللي مرسوم عليها الطريق واختبار القيادة الذاتية لتسلا، هنلاقي ان تسلا كملت في الحيطة اللي مرسوم عليها الطريق، وده شبه حادثة حصلت فعلا في الحقيقة. سؤال حلقتنا النهاردة: هل تسلا فعلا ممكن تحقق حلم القيادة الذاتية باعتمادها على الكاميرات وشوية سنسورز مع الذكاء الاصطناعي، ولا لا مفر من استخدام تكنولوجيا اللايدر؟ طبعا الأعلى كتير في التكلفة ولكن الأكثر أمانا. ده سؤال حلقتنا النهاردة، تعالوا نشوف إجابته مع بعض. من اسبوع كان في يوتيوبر مشهور قوي عمل اختبار ما بين عربية مجهزة بتكنولوجيا اللايدر وما بين عربية تسلا اللي فيها السيلف درايفنج، والنتيجة في الحقيقة كانت محسومة بشكل كبير جدا للعربية المجهزة بتكنولوجيا اللايدر. من وسط 6 اختبارات تسلا نجحت في 3 بس. اول اختبار كان ان في طفل واقف على الطريق، وان العربيه طبعا في محاكاه ان العربيه هتمشي وظهر الطفل ده قدامها. العربيتين وقفوا، العربيه اللي فيها اللايدر وقفت وعربيه اللي فيها التسلا وقفت. تاني اختبار كان محاكاه لطفل ماشي بسكيت بورد، او الكوره بتاعته طلعت على الطريق فطالع يجيبها وبيظهر بشكل مفاجئ مش مجرد واقف، والعربيتين التسلا نجحت والعربيه اللي فيها اللايدر برضو نجحت. تالت اختبار كان محاكاة لوجود زي شبورة قوية جدا على الطريق وفي بني آدم بيعدي وسط الشبورة دي، وهنا بان ضعف كاميرات تسلا والتكنولوجيا بتاعتها في المواقف اللي زي دي، لأن تسلا لما جت كملت طبعا في الطفل البلاستيك اللي كان محطوط، أما العربية اللي فيها تكنولوجيا اللايدر قدرت تقف ومفيش أي مشاكل خالص. اما رابع اختبار كان عن طريق ان كان في اضاءه قويه جدا في ظهر الاوبجكت او الحاجه او الشخص اللي العربيه هتيجي عليه، وفي الحقيقه تسلا نجحت وتكنولوجيا اللايدر العربيه اللي فيها اللايدر نجحت. اما خامس اختبار كان محاكاه لوجود مطره بشكل قوي جدا، وفي اوبجكت في وسط المطره ديت، سواء كان بني ادم او كان عربيه او وات ايفر الحاجه اللي موجوده ايه. وفي الحقيقة بان برضو ضعف في نظام تسلا في حاجة زي كده، لأن العربية كملت في الشخص اللي كان موجود أو الملكان اللي كان موجود، أما تكنولوجيا اللايدر فوقفت. وبكده احنا شايفين لحد دلوقتي ال5 اختبارات تكنولوجيا اللايدر متفوقة بشكل كبير جدا. أما سادس اختبار، وكان ده يعني اختبار بعتبره اختبار ساذج جدا وللأسف برضو تسلا فشلت فيه، وهو كان عن طريق ان كان في حاطين زي حيطة كده من الفلين ومرسوم عليها شكل كأنه جرافيتي نفس شكل الطريق، ومع ان ليه بوردرز وليه اطراف وحواف وممكن العربية ديتاكسي ده بمنتهى السهولة، ولكن لقينا ان عربيه تسلا مجرد شافت ان شكل الحيطه مرسوم عليه طريق راحت مكمله وداخله، وحتى السنسورز بتاعتها ما وقفتهاش قبل ما خبطت بمجرد بمسافه صغيره. لكن العربيه اللي فيها تكنولوجيا اللايدر قدرت تديتكت دوت وقدرت تتوقف. وهنا نسال نفسنا سؤال: هو ليه اللايدر متفوق بالشكل الكبير ده؟ عشان كده خلينا نفهم دلوقتي اللايدر اصلا ازاي بيشتغل. تفهم اللايدر ازاي بيشتغل خلينا نفصل كلمة لايدر. هي عبارة عن ايه؟ هتلاقي ان هي بالاول حرف ال كابيتال، بعد كده اي سمول، دي كابيتال، اي كابيتال، ار كابيتال، وهنا ال اي اللي في الاول معناها لايت ديتكشن اند رينجينج، وهو الكشف عن طريق الضوء، كشف الاشياء عن طريق الضوء وكمان تحديد مسافتها. لو جينا بصينا هنلاقي ان اللايدر ده بيقدر يقيس العمق الحاجة، لان هو في الاخر هو عبارة عن ايه؟ هو بمنتهى البساطة عبارة عن ضوء ليزر بيتبعت بيوصل بيخبط في الحاجة بيرتد تاني للجهاز الريسيفر او اللي بيستقبل عندك الحاجة، فيقدر يعمل شكل ثلاثي الابعاد للحاجة اللي هو شايفها. طب انتوا متخيلين بيبعت كام نبضة في الثانية؟ 640 ألف نبضة بتتبعت في الثانية. فانتوا متخيلين ان هو في الثانية الواحدة بيقدر يعمل تصور للشكل ومابينج للحاجة بشكل عامل ازاي؟ طب انتوا عارفين الليزر او الضوء عامة سرعته قد ايه؟ سرعته 300 ألف كيلو متر في الثانية.
يعني بيقدر يبعت 640 ألف نبضة في الثانية بسرعة 300 ألف كيلومتر. فانتوا متخيلين الفيدباك اللي بيجيله لو قدامه اوبجكت او لو قدامه طريق او التصور اللي بيقدر يعمله في قد ايه، لدرجة ان واحد من اليوتيوبرز دول خدوا في قطر اللي هي قطورة السرعة اللي في ديزني لاند ولبسوا، وبعد كده من كتر ما وساق القطر سايق قدر ياخد الجهاز دوت، ولما رجع عمل تصور لشكل كل حاجه موجوده في المكان ده عامله ازاي 3D، لدرجه ان هو عمل 3D برنت للمكان اللي هو كان فيه، وعرف المكان عباره عن ايه، اللي هو كان ضلمه جدا وما كانش فيه اي حاجه. فهنا بنشوف تكنولوجيا اللايدر على قد ما هي غاليه، ولكن قد ايه هي مهمه جدا ومتفوقه جدا، خاصه في حاجه زي القياده الذاتيه. ومن ضمن التطبيقات برضو اللي بيستخدمها اللايدر طبعا بيستخدموها كانوا عشان يعملوا رسم او مابينج للجبال، قد ايه ارتفاعاتها وشكل السهول عامل ازاي والكلام ده كله، الانحدارات فين. وعايز اقول لك ان هو موجود في حاجه احنا بنستخدمها كل يوم ومعانا في ايدينا وفي جيبنا طول الوقت، وهي الموبايل. تخيل ان موبايلك الكاميرا الاماميه اللي فيه وكمان معاها اللايدر بتقدر اللي انت بتفتح بيها موبايلك، هي بتقدر تديتكت وشك وبتقدر تشوف انت الشخص، لا بناء عليه بتفتح الموبايل. دي بتستخدم تكنولوجيا اللايدر لانها بتقدر تقيس عمق الوش. عشان كده لو جبت صوره ليك طبعتها نفس صورتي كده، طبعتها وحطيتها قدام كاميرا الموبايل عشان افتحه، عمرها ما هتفتح، لان هي مش مجرد بتشوف، ده هي بتقيس عمق الوش، بتشوف مكان الحواف وبتقدر تشوف العمق البعد ده قد ايه والعمق ده قد ايه، وبناء عليه هي عندها 3D لشكل وشك، فتقدر تقدر تديك التصور وتعرف ان الشخص ده فعلا هو الشخص الحقيقي اللي انا عملت لوشه مابينج وعرفت عمق وشه وشكله هو فعلا ولا مجرد صورة. اذن فتكنولوجيا اللايدر هي تكنولوجيا اعتقد هي الحاسمة في موضوع السيلف درايفنج، وعشان كده خليني اقول لكم على شوية ارقام ممكن تكون مفزعة للبعض. يعني احنا شفنا حوادث كتير جدا لتسلا وهي بتستخدم السيلف درايفنج وحاجات يمكن اغلبها ساذج يعني، لكن عايز اقول لكم في فبراير 2023 شركه ويمو، طبعا ويمو اللي عباره عن عربيات بتستخدم تكنولوجيا اللايدر، عايز اقول لكم اعلنت ان هي في فبراير 2023 قدرت تعمل اكتر من 1,600,000 كيلو متر بدون حادث واحد، وكل ده باستخدام تكنولوجيا اللايدر. عشان كده سؤالي ليكم النهارده، تفتكروا تسلا وإيلون ماسك لو فضل مصمم على استخدام الكاميرات مع الذكاء الاصطناعي مع شوية السنسورز اللي موجودة، هل كافية لتحقيق حلم القيادة الذاتية، ولا اللايدر هو اللي هيحسم الموضوع وهو المناسب لابليكيشن زي القيادة الذاتية؟ أتمنى الفيديو يكون كان مفيد وعجبكم، ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو عندك سؤال ما تنساش تسألني. شكرا لكم.